عملية توسيع ملعب طنجة تواجه تحديا كبيرا. لجان الفيفا حذرت المغرب من هذا الأمر، وعملية التوسيع السابقة لم تعالج المشكلة. ما هي الحلول الممكنة؟ وهل سيقدم السقف الجديد الحل المثالي المنتظر؟ وماذا تقول الدراسات العلمية بهذا الخصوص؟ معطيات جديدة، توقعات مثيرة، ومستقبل واعد لملعب طنجة. قبل دخول المنتخب الوطني غمار المنافسة القارية صيف 2019 بمصر، استقبل بمدينة طنجة منتخب الأرجنتين. المباراة التي جعلت مدرجات الملعب تغص بالجماهير وتستقبل منتخبنا الوطني ومنافسه الأرجنتيني بهذا التيفو. لكن ومع انطلاق المواجهة كان واضحا بأن شيئا ما سينغص على المنتخبين والجماهير نشوة هذا اللقاء الودي، وهذا الشيء ليس إلا الرياح القوية التي تعيق حركة اللاعبين وتتحكم في سرعة تنقل الكرة بين أقدامهم. هذا الأمر شكل مصدر انزعاج كبير لدى لاعبي المنتخبين، وهو الأمر الذي عبر عنه المدربان في الندوة التي أعقبت المباراة. الجماهير بدورها عبرت عن سخطها وصبت جام غضبها على من قرر ومن صمم الملعب بتلك المدرجات المفتوحة شمالا وجنوبا في منطقة تعتبر ممرا للتيارات الهوائية القادمة من المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. هذه التيارات الهوائية إضافة إلى تأثيرها السلبي على اللاعبين داخل رقعة الميدان، فهي تفقد المنصة الشرفية وسقفها دورهما في حماية ضيوف الشرف وكبار الشخصيات ورجال الصحافة والإعلام من الظروف الجوية السيئة، إذ تتحول حركة الأمطار من اتجاهها الطبيعي العمودي إلى حركة أفقية نتيجة قوة الرياح، وهو الأمر الذي نبهت إليه اللجان التقنية التابعة للفيفا خلال زيارتها التفقدية للمغرب سنة 2018 بعد تقدم المغرب بملف ترشحه لاحتضان مونديال 2026، وهو ما دفع المسؤولين إلى تدارك الأمر، حيث تم إكمال بناء المدرجات العلوية في الجهتين الشمالية والجنوبية ليصبح ملعب طنجة في حلة جديدة وجميلة خلال مونديال الأندية مطلع العام الحالي. فهل تم التخلص بشكل كلي من مشكلة التيارات الهوائية القوية التي يقع ملعب طنجة في طريقها؟ الإجابة عن هذا السؤال تستوجب الوقوف عند آراء الخبراء والمختصين، فالاستحقاقات التي يقبل عليها المغرب لا تحتمل التخمين ولا ترك الأمور لخيار الصدفة. فكأس إفريقيا وكأس العالم منافستان تجلس الملايين بل الملايير خلف التلفاز لمتابعة المباريات، وهو ما يعني تحييد أي احتمال قد يعصف بالمجهودات التي تبذلها بلادنا من أجل تنظيم ناجح واستثنائي لهذه الاستحقاقات. تأثير التيارات الهوائية على الملاعب الرياضية شكل موضوع بحث في عدد من الجامعات والمعاهد العلمية، وأثناء إعدادنا لموضوع هذا الفيديو وقفنا عند عدد من الأوراق البحثية التي تناولت الموضوع بشكل علمي دقيق، وهي الأبحاث التي يمكنكم الاطلاع عليها في صندوق الوصف. أكدت الدراسات أنه عندما تصل سرعة الرياح إلى 16 كم في الساعة ويواجهها العداء أثناء الجري، فإنها تقلل من سرعته بمقدار ثلث عشر الثانية في سباق 100 متر. وهذا يعني أنه في حالة وصول سرعة الرياح إلى 38 كم في الساعة، فهذا سيؤخر وصول العداء إلى خط الوصول بحوالي نصف ثانية، وهو الأمر الذي انتبهت له المؤسسات الرياضية الخاصة بالأرقام القياسية للرياضيين، إذ لا تحتسب الأرقام القياسية في بعض الرياضات إلا بشرط توفر الظروف المناخية المناسبة والمؤثرة على نتائج المنافسات، وعلى رأسها سرعة الرياح. بالنسبة لكرة القدم لا تعتبر سرعة الرياح عاملا مباشرا في تحديد نتائج المباريات، غير أن الرياح القوية يكون لها تأثير على معدل تسارع الكرة وعلى مرونة وسلاسة حركة اللاعبين داخل أرض الملعب. فكما أن اللاعبين يعتمدون على مهاراتهم وقدراتهم البدنية، يمكنهم أيضا الاعتماد على سرعة الرياح لخلق الفوارق الفنية ولكسب امتيازات طفيفة كالتسديد على المرمى حين تخدمهم اتجاهات الرياح وقوتها. ولا شك أنك تابعت في مقطع ما تأثير سرعة الرياح على اتجاه الكرة، وخاصة حين ينتج عن ذلك هدفا يحدد نتيجة المباراة، حيث يأخذ الأمر طابع الطرافة في بعض الأحيان.
ساهم الشكل السابق لملعب طنجة في استفحال وزيادة تأثير الرياح على المباريات، فشكل المدرجات المرتفعة شرقا وغربا والمفتوحة شمالا وجنوبا شكل ممرا طبيعيا وعاملا مساعدا في زيادة تأثير الرياح على الأجواء داخل الملعب، سواء تعلق الأمر باللاعبين أو الجماهير. غير أن استكمال بناء المدرجات العلوية حد بشكل كبير من تأثير هذه الرياح، لكن وبسبب الموقع الجغرافي للملعب ولمدينة طنجة فإن هذا العامل الطبيعي يظل قائما وتأثيره ساريا على ملعب طنجة بالرغم من الأشغال المنجزة. يطرح الخبراء والمختصون حلولا عديدة لمشكلة تأثير الرياح على ملاعب كرة القدم، ومن بين هذه الحلول الفعالة اختيار سقف مناسب بمعايير خاصة وبشروط دقيقة، سواء في بنية السقف في حد ذاته أو في عملية تركيبه وكيفيتها. يعتمد تأثير الرياح على حجم وشكل والخصائص الديناميكية للسقف، وعموما تعتبر الأسقف ذات الحجم الكبير والتي تغطي أكبر مساحة ممكنة من الملعب تعتبر أكثر قدرة على تحمل القوة والضغط الناتج عن قوة وسرعة الرياح ومدى تأثيرها على بيئة اللعب والأجواء العامة داخل الملعب، بينما قد يكون للأسقف القصيرة والتي لا تغطي أكثر من ثلثي مساحة الملعب قد يكون لها مفعول عكسي وتأثير سلبي على الملعب، إضافة إلى أنها لا تمنع الاضطرابات الجوية من التأثير على اللاعبين والجماهير داخل الملعب. شكل السقف له تأثير كبير أيضا. من خلال هذا النموذج الوارد في هذه الدراسة، فتثبيت سقف لملعب يقع في مجرى التيارات الهوائية القوية يتطلب تثبيت أعمدة فولاذية بالهيكل الخرساني للملعب في 4 مفاصل، وذلك من أجل زيادة قدرة الهيكل الحامل للسقف على تحمل قوة الضغط والشفط حسب اتجاه الرياح، وكذا لتوزيع مراكز الضغط على أكثر من نقطة تحمل. وبالرجوع إلى ملعب طنجة فيمكن ملاحظة وجود هذه الأعمدة الفولاذية التي تم تثبيتها في الجسم الخرساني للملعب أثناء تركيب الهيكل الخاص بالتغليف في وقت سابق، ولا يستبعد أن يكون لها ارتباط بالسقف المنتظر للملعب. الأسقف المقاومة للرياح تتميز بخصائص ديناميكية خاصة بها، يتم تركيب مفاصل فولاذية تعمل كممتصات للصدمات أثناء الظواهر الطبيعية الاستثنائية كالزلازل والرياح القوية، وهي مفاصل تمنح السقف هامشا مريحا من الحركة والتأرجح دون التسبب في أضرار بليغة. كما تلعب الكابلات الفولاذية المقاومة للصدأ التي تحدثنا عنها سابقا والتي تتميز بقابلية التمدد دورا كبيرا في الحفاظ على ثبات وتماسك الأسقف الخاصة بالملاعب الكبيرة كملعب طنجة أثناء العواصف ومواسم الرياح القوية وأثناء الزلازل أيضا. ملعب طنجة أحد جواهر البنية التحتية الرياضية بالمغرب، خاصة وأن أشغال توسعته وتسقيفه وتغليفه ستنقله إلى مستوى آخر من الفخامة والأناقة يليق بعروس شمال المغرب. فكما أن شكله السابق بالمدرجات المفتوحة شكل نقطة سوداء أسالت الكثير من حبر المنتقدين، فشكله المستقبلي بدون حلبة وبسقف جميل مقاوم للظروف الطبيعية الاستثنائية سيثير إعجاب الجميع ليكون إحدى مفاخر المغرب الرياضية. شاركونا آراءكم في التعليقات حول المعطيات المطروحة في الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو. شكرا لكم على المتابعة. السلام عليكم.